محترم السيد الرئيس عبد الله بوانو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. السيد الرئيس، اخترتم هذا الموضوع ما عرفناش السبب. هذه رابع مرة ولا ضفنا له حتى الدولة الاجتماعية، هذه سابع مرة كتجي باش تهضر على هذا الموضوع، في حين أن هناك مواضيع ذات أولوية وكتعرفها مزيان تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، ارتفاع الأسعار، وأنه العام الفايت ما عيدوش، وهذا العام واحد جزء كبير ما عيدش، جزء آخر شرا الأضاحي ما لقاهاش إلى غير ذلك، كان هذا أولى. ولذلك أعيد الطلب الذي تقدم به الأخ الرئيس بأننا سنشكل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع. استعملتم سيد الوزير التعلمات الأساسية. التلميذ مطالب بالتعلمات الأساسية، لكن أنتم مطالبون كحكومة بالشفافية وتكافؤ الفرص، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأبجديات الحكامة الجيدة. تنشغلون بالهدر المدرسي، والمغاربة منشغلون أكثر بهدر المال العام وبهدر الفرص أمام الكفاءات، وبهدر الثقة بين المواطن والمؤسسات، وبهدر الأمل في الإصلاح. السيد الرئيس، تتكلمون عن مدارس الريادة. مدارس الريادة كتمشيو عند الأستاذ الأساتذة وكتقول لهم خصهم يعطيو رغم أنفهم، خصهم يعطيو واحد العدد ديال النقط ضدا على التحصيل الحقيقي، والنتيجه بغيتو نمشيو لاي مدرسه كيما بغيتو نمشيو لها لكي نتحقق من ذلك. لكن انتم كتمثلوا الرياده في تضارب المصالح، الجمع بين المال والسلطه، في تحويل المواقع الى فضاءات لتكريس الامتيازات في المحسوبيه والزبونيه. كل اسبوع كتعينوا على الاقل كمعدل 7، عينتوا لحد الساعه 730. خليني نقول لكم اخر تعيين درتوه هو المتعلق بمدير الخزينه والماليه الخارجيه، درتوه خارج القانون. جوج اللي جابتهم اللجنه رديتوا هذاك الشيء، قلت لهم جيبوه لنا. هو ما عمرو داز حتى رئيس مصلحه، وعمرو داز ولا رئيس مصلحه، فحب عاد يكون مدير. الدعم التربوي كيتعطى من اجل تعثر الادماج، ولكن اليوم نتكلم عن الدعم ديال الفئات الاقوى الاوفر حظا، الزياده في الشحمه في ظهر المعلوف. كنتكلموا عن النقل المدرسي ديال التلميذ للمدرسه، لكن اليوم نقلتوا الازمات من قطاع الى قطاع. كل القطاعات خرجت السيد رئيس الحكومة للاحتجاج، وعلى رأسها زير جاد. من 1981 ما تضرب الرصاص في الشوارع. احتاجيتوا السيد الرئيس الحكومة، أنتم مسيتوا بالأمن والاستقرار ديال البلاد، بغيتوا ولا كرهتوا. نقلتوا كلفة ديال الاختلالات المواطن، نقلتوا الإخفاقات كل العشر سنوات السابقة. كنتكلموا على الإطعام المدرسي، لكن السيد الرئيس أنتم أطعمتم من تحبون واللي كيشتغلوا معكم للأسف الشديد، وبقى المواطن كيبحث على العيش الكريم وعلى تكاليف التمدروس. السيد رئيس الحكومة، صحيح نتكلموا على عمليات ديال التقييم والدعم والتصحيح، ولكن الآليات المؤسسات هي ديال الإصلاح ما مشيتوش ليها. أين هي اللجنة الوطنية تتبع مواكبة الإصلاح؟ عقدتوها مرة واحدة في يناير 2025. أين هي اللجنة الدائمة للمناهج؟ وكترفضوا التقييم، وكتعتبروا النقد واحد سوء فهم، وكتعتبروا الاحتجاجات أنها مفتعلة. إيوا طيب السيد رئيس الحكومة، هذا العيد اللي ما كانش هذا العام، خرج وضح للمغاربة. ياك عقدتي واحد الاجتماع، حضرتي له رؤساء الغرف، حضرتي له الوزراء، حضرتي له رجال الإعلام، خرج قول للمغاربة. ياك ما غتقول لهم بأن الإحصاء اللي دارت وزارة الداخلية خطأ؟ راه تابع لك السيد رئيس الحكومة، وزير الداخلية تابع لك. وعوض كنتكلموا على الغياب غير المبرر والانقطاع والى غير ذلك، ولكن اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة، حنا عندنا مجالس التدبير في المدارس اللي فيها التعدديه والشفافيه، ولكن اللي عندنا معكم في رئيس الحكومه هي مراكز ديال النفوذ الاقتصادي والحزبي، والتعيين في المناصب بالمحسوبيه والزبونيه. هناك مدير، وهذه المديريه تكلمت عليها، كتكلموا السيد رئيس الحكومه على محاربه الغش، وانه فلحتوا. قولوا لنا غير الصفقه شكون اللي داها. حنا فين ما كيكون الدعم كيكون شي فرق شي مراه. قولوا لنا شكون اللي خدا هذه الصفقه هذه. كتكلموا على 167% ديال الزياده في السنه الماضيه. هذا افتخار، هذا خصكم تحشموه.
عوض ان تفتخروا به. فصحيح كاين النمذجه في الفرقشه، كاين النمذجه في الدعم ديال الصفقات لاشخاص معينين، كاين النمذجه في الغش، كاين النمذجه واخرها هو هادشي ديال الحبوب. السيد رئيس الحكومه اليوم كيتكلموا على عشرات ديال لي باطو ديال الحبوب اللي كاينه، واليوم كترغموا على الفلاح باش تشريو من عنده 2 دراهم. واش بهذا الشيء غادي نتقدموا؟ خليني نقول لك السيد رئيس الحكومه انك ما كتوفيش حتى بالالتزام حتى مع الاغلبيه. احنا قلنا ودي راه اعلنتي على اللائحه وبقاو فيها بعض الاسماء انتم تحاولون باتصالات مباشره ديالكم من اجل استجلاب اعضاء من الاغلبيه ديالكم باش يكونوا معكم مقابل انكم تسولون بعض الملفات ديالهم، وهذا منكر ما بعده منكر. الحكومه امام عدم استيفاء كافه الوحدات الدراسيه في الدوره العاديه، لم تؤهلها النقاط لاجتياز الدوره الاستدراكيه، وانعقدت المجالس عباره عن احتجاجات. ثم السيد رئيس، شكرا سيد رئيس. فلذلك كنقول الكلمه للنائب محترم سي رؤوف عبد الله ويمان.